اتأخرت مع الست هايدي جوا. طب أقول لك حاجة على كوريا دي. كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير. بتشتغل شغلانة زين. الست بتقوم من تحت يدها حاجة تانية خالص. يبقوا شبه الرجالة يا أخويا. والله أنا هجربها يا عم شكري، بس الأول نشوف هايدي ممكن تطلع إيه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم. يلا يا كوريا تعالي. الله يخرب بيتك يا جولة، همشي بدراعتي ملط كده اهو. ايه دي؟ ايه دي؟ لا 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 لا، إيه ده؟ أنا مش مصدقة. عملتيها ازاي دي يا هايدي؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي. عايزه اخش غير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا، وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه، فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه، انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البلبطوز اللي انا لابساه ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت هايدي قاعدة عندها. دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي، البنت دي يجي منها جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. بقول لك شكلك حلو خلاص بقى ست. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك يا ام الشقه، الله يرحمه كان كل شق في كعب رجله قد شق التعبان، شبعه بعد جوعه صحيح. شفتي اهو ده اللي كنت عامله حسابه. مين اخدتي من هنا يلا؟ بس يا بنت انت وهي عيب احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي جايبالي الناس العرة دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوجي علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرين الرجاله. عيب اختشي مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبالي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدكي خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا هيموت عليا. لا حيلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم وراكي عشان انت رخيصه، ما تيجي اتطلقتي واترميتي اهو، كان عبرك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نضيفه للجواز ونسوان كسر الفرخة العين. انا كسر يا بنت، يلي مش عارفينك بنت من وين يا بنت يا واسع. يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ست انت جايه سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مساوياكي يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبالي زبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي منه. هبقى ابعت لك الهدمه دي مع خالي شكري. استني، انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزه تنزلي يا حلوه انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي، وربنا يكفيكي بقى شر عداوه الرقصات. جرى ايه يا حاتم؟ بقالنا نص ساعه يا اخويا قاعدين نلف حوالين بعضينا. لحقت زهقت يا فنانه؟ ده انا لسه ما استوعبتش اللحظه اللي انا ماشي معاكي فيها. ده انا نفسي اضرب طبق فته على شويه كوارع على شويه طبق ممبار، واقعد ابص كده للسما واكتب 8 دواوين و9 قصايد و10 البومات، وكل ده تحت شعار ورعايه النص ساعه اللي انا عايشها معاك. يا اخويا لخص يا اخويا، انا ماليش في المشي البطال اللي انت عمال تمشيهولنا ده. بقول لك ايه يا ريس؟ امورنا يا باشا. سيد سوكا المطرب ساكن فين؟ فناننا الكبير ساكن في الدور التاسع فوق، اي خدمه تانيه بيه. شكرا يا ريس شكرا. الله مالك يا فنان؟ مالي يا اخويا دايخه قوي كده ليه؟ مالك؟ الف سلامه الف سلامه ان شاء الله. انا انت عارفه انت اتسندتي على حيطه مايل. ايوه، والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره هي صحيح قرده في كل حاجه الا المصلحه. قردة ايه يا قرده انت؟ يا بومه. انا بومه؟
انا مش بومه، انا غراب، بس غراب ايه من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بيتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا، ونادر معاها، وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبانه. انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواد سوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطريقك كده اهوت وتعمل له الشويتين وترجع لك الفلوس صاغ سليم. افرضي ان ده حصل، كانت الست نوال هترجع الفلوس؟ لا بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبى جوه. استخبي يا بنت، استخبي يا بنت بسرعه يا بنت، استخبي. مين اللي بيخبط؟ مين؟ يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا مالك؟ فين هيدا ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتشوا الشقه. عايز ايه يا واد انت وهو؟ في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها؟ بتبص لي كده ليه؟ يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس مالهمش دعوه بحاجه. مالهمش دعوه بمين؟ هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتم؟ من فضلك يا ياسر، هما مالهمش دعوه. هناخد هايدي بس. يلا هاتها ورايا. اتفضلي يا هايدي، امديلي على المحضر ده. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمدي ربنا انها جات لي انا وما راحتش لياسر، يعني ما كنتش هعرف اقنعها اني اعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضه ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول وكان ممكن ما تقبضش عليا، صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه، ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتستر عليه. وبعدين انا ما قبضتش عليك الرسمي انك جيتي الاسم بنفسك وسلمتي نفسك. اتفضل. انت لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه. ياسر هيعمل لك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتترحلي على النيابه. على يا باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه. حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. اهلا. بقى كده برضك يا سوكا؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن وتقول لي ليكي وحشه. حضنتك عقربة فلوسك في صرصور ودنك يا ولية يا ناقصة. بقى انت يا ولية رايحة تبلغي عني يا واطية؟ انا ناقصة يا ام سوكا؟ استني ياما، بقول لك يا نوال، سكه سنسون دندن دي مش معايا ولعبوا شخاليل. حاتم قال لي على كل حاجه، ومن الاخر هو اللي وراك البيت. 10 دقايق والبوليس جه. يعني من الاخر كده انت اللي حبستي البنيه. ليه يا شيخ؟ عملت لك ايه؟ حرام عليكي. الله، عملت لي اللي عملته لي يا اخويا. مالك محموق عليها قوي كده؟ كانت من بقيه اهلك واحده وهزقتني وعملت معاها الصح وعلمتها الادب. مالك انت؟ ما الحالة عدوينك يا ولية انت. ماله ده ايه؟ هي مش امه دي اللي كان هيتقبض عليها؟ ايه صرصار انا ولا فار ملوش لازمه؟ لولا الضابط التاني الله يكرمه ويخليه قال للضابط الاولاني اللي كان عاوز يقفشني انا والوليه سندس، قال له مالكش دعوه بيهم، دول ناس محترمين، ناس من عائلات وناس كبارات قوي. يا وليه ما انت قاعده اهو زي الجن، كان حد داسلك على طرف وبعدين انا بلغت عليها هي ما جتش جنبك. خدي يا ام سوكا عشان انا عارفه انك بتحبي الحاجات بالمكسرات، ودي بقى مكسرات فاخره. كلي يا اختي محدش واخد منها حاجه. انت عارفه يا بت يا نوال
البت ده هي انا طول عمري اقول عليها سو، قلبي كده يا اختي ما بيبقاش مرتاح لها كده هوت والله. يلا تستاهل اللي يجرى لها، احنا مالنا يا اختي ومال مشاكلها. يلا نوال. ها من الاخر كده ارغي، عايزه ايه؟ وعاوز منك ايه يا اخويا؟ انا جاي عشان مصلحتك. عزوز عايز يرفع عليك قضيه عشان انت ما بقيتش تيجي المحل، قال لي اجي اكلمك بالهداوه كده عشان تنزل يا اخويا. وبعدين يا سوكا انت خيرك عليا وانا مش نكرة جميل. ايوه النبي اسكتي، مش البت الممرضه الممصوصه عامله له عمل على ظهر قرموط يا اختي، عمال يجري ويفط في قلب الميه، ما احناش عارفين نجيبه. قالوا ايه؟ اقول له يا ولا تعالى نروح نفك العمل، مش راضي يطوعني خالص. جرى ايه يا سوكا؟ حب وغرام ايه يا اخويا؟ خلاص بطلنا اللي يعطلنا، احنا عايزين نركز في المام اكل عيشنا. عندك حق، انا لازم انزل الشغل بس مش عشانك انت عشان خاطر امي. من الاخر يا نوال انت لبستي خلاص طوب الرقصات الكسر، وطالما لبستي طوب الرقصات الكسر ما تلزمنيش. يعني بنت الحلال ما فيش الا ما بيني وما بينك سلام عليكم وعليكم السلام. انا تكلمني كده بردك يا سوكا؟ ناني يتقال لها الكلام ده؟ عموما انا اللي غلطانه عشان جيت لك. سلام.